السلام عليكم، اهلا بيكم. وصفة النهاردة من اسهل الوصفات اللي تقدروا تعملوها للفطار او العشاء، وممكن كمان تعملوها غدا خفيف وسريع في نفس الوقت. البيض على الطريقة التركية. الوصفة دي يا جماعة من اجمل والذ الوصفات اللي انا دقتها وحبيتها جدا، لان انا في العادة ماليش في البيض المسلوق، واول ما جربتها قلت انت كنت فين من زمان. يلا بينا نجربها ونشوف الوصفة بتاعتنا. ولو اول مرة تشوفوا قناتي، لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. وكالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا نشوف المقادير ونعرف طريقة التحضير. أنا قبل ما ببدأ في الوصفة بتاعتي بجيب البيض وبسلقه من 4 ل5 بيضات، لأن هو في الآخر بقسمه نصين، وبعدين بجيبه وبحط عليه مية وملح وخل واسيبه يتسلق مدة 8 دقايق، وبعدين بطفي عليه. هنخلص البيض ونسيبه على جنب عما نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. في طاسة على النار وهنحط سمنة وزيت أو زيت وسمنة أو زبدة، اي ماده دهنيه انت بتحبي تستخدميها. وتجيبي بصليه متوسطه، انا فرمتها في الكبه بس تقدري تعمليها عادي على ايدك بالسكينه، وتشوحيها في الزبده والسمنه وتخليها تدبل خالص، واول ما تدبل تنزلي بالثوم على طول. هشوحهم دقيقتين بالظبط يكون ريحتهم طلعت كده. انت اصلا اول ما بتنزلي بالثوم هتلاقي ريحته طلعت، اوعي تخليه يتحرق منك، هو بس يدبل. وبعدين بنزل عليه بفلفل شطه، وممكن تحط كمان فلفل بارد، بس انا حطيت فلفل احمر، يعني ممكن تحط فلفل اخضر عادي، واي نوع فلفل تقدري تستخدميه. انا عن نفسي بحب الشطه فحطيت منه، وبرده بديلهم تشويحه بسيطه كده يدبلوا بس. وهنا نزلت معلقه صلصه كبيره وهقلبها كويس في الخضار بتاعي، وبعدين ننزل بالطماطم. دول 3 حبات طماطم، ممكن تبشرهم في المبشره عادي او ممكن في الخلاط بس بدون ميه خالص. هنا هنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ومعلقة كاري كبيرة. طبعا كل مكون بتنزلي بيه الريحة بتبقى خطيرة. انا هنا حطيت ربع كوباية من المية وبسيبها كام دقيقة تتسبك كده، بغطي عليها واسيبها كام دقيقة تتسبك. اول ما بتستوي معانا وتبدا تغلي كده بجيب انصاف البيض. انا جبت كل بيضه وقسمتها لنصين، وببدا ارصها كده على شكل دائري، يعني بحطها على شكل ورده كده عشان يكون شكلها حلو وظريف. واول ما بتخلص كده ممكن نقدمها على طول، هي المفروض التقديم بتاعها بيكون بالشكل ده، لكن انا هضيف عليها جبنه موتزاريلا علشان يكون شكلها حلو وظريف، وكمان بتديلها طعم حلو جدا واضافه حلوه قوي. بعد ما بضيف الموتزاريلا بغطي عليها دقيقتين وخلاص، برفع عليها الغطا وكده بيكون شكلها حلوة جدا ولذيذة. وبنزل عليها بمعلقة كبيرة من البقدونس، بتدي لها اضافة حلوة قوي وطعم حلو وريحة رهيبة. الوصفة دي بجد حلوة قوي للناس اللي مش بتحب البيض، وكمان الناس اللي بتحب البيض، يعني هي ممتازة جدا. انا كنت دايما بشوف الوصفة دي بس بصراحة عمري ما جربتها ولا فكرت ان انا اجربها. كنت دايما بشبهها بشكشوكة البيض فبقول عادي يعني، لكن بصراحة لما جربتها الطعم خرافة وطعم تاني خالص وبتوديكي في حتة تانية خالص. انا كده اقدر اقول ان دي اجمل واطعم اكلة فيها بيض مسلوق اكلتها في حياتي. الاكلة دي لازم تتاكل سخنة من الطاسة وعلى طول، ما تستنيش. يلا جربوها، ما تنسوش تشجعوني وتقولوا لي رأيكم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.